السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب مولد النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض حلاوة المولد. هنعمل السمسمية والفولية والحمصية. تقدري تستخدمي اي نوع مكسرات انت بتحبيه، هتديكي نتيجة روعة. اعملي بنفس الطريقة، طريقة سهلة جدا والمقادير ابسط من كده مفيش. بصوا ما شاء الله، بتقطم، بتقرمش جدا، مش عضة خالص. يكفي انها نضيفة من ايديكي الحلوة. يلا بينا نعرف الطريقة والمقادير. معايا هنا 250 جرام من السكر. انا بوزنها قدامكم على الميزان عشان تشوفوا كده المقادير بالجرام. ومعايا هنا 80 جرام مية، يعني بالظبط كوباية الا ربع. تمام. وال 250 جرام سكر يعني كوباية بالظبط، بس كوباية مليانة. هنا معايا بالظبط 120 جرام من العسل الجلوكوز. هحط المية على السكر واقلبهم، اهز الطاسة كده واحطهم على النار. ما اقلبش بالمعلقة ولا اخلي السكر يطلع على حرف الطاسة عشان ما يكتلش مني. بعد ما السكر والمية بيدوبوا مع بعض ببدأ انزل بعسل الجلوكوز معايا. هنا بوريكم، معايا هنا يعتبر 400 وشوية من السوداني، والمفروض نص كيلو. تمام. هنا انا بجيب مية ساقعة وببدأ اختبر معايا العسل واشوفه هيقطم معايا ولا هيمط زي اللبان. اول مرة مط معايا زي اللبان، صبرت شوية لحد ما اختبرته للمرة التانية، بيبدأ بقى يقطم معايا كويس قوي. هنا بقى في المرحلة دي زي ما انتوا شايفين كده هيقطم معايا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص المرحلة دي كده انا استكفيت. حطيت معايا معلقة صغيرة من مية الورد بتاعة الحلويات او فانيليا عادي. تمام. وحطيت معايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا. تقدري برضو تحطي معلقة صغيرة بيكنج باودر. ولو مش عندك عسل جلوكوز تقدري تحطي عسل نحل. نفس الكمية بتحطيها عسل نحل عادي. هنا خلاص والخليط سخن جدا جدا. باجي بسرعة ادهن مثلا الرخامة بتاعتي زيت، او الترابيزة او صينية ادهنها زيت اهم حاجة. والمردنة اللي انا هفرد بيها برضو لازم تكون مدهونة زيت. والمعلقة والسكينة اللي هقطع بيها برضو لازم تكون مدهونة زيت كمان معايا. وهبدأ انزل بقى معايا بالسوداني كده وافرده بسرعة جدا، ما استناش لما يبرد معايا. تمام. بصوا هو سخن جدا، انا ما استنيتش عليه زي ما انتوا شايفين كده، فردته وببدأ اقطعه زي ما قلت لكم. ترابيزة مدهونة بالزيت، حتى لو انا هحط كيس وافرد بيه برضو يكون مدهون بالزيت. تمام. والسكينة اللي بقطع بيها. بصوا هو هنا انا ما استنيتش لما هي تبرد وتجمد لوحدها، انا بقيت اشيلها انا بسرعة كده عشان عايزة اعمل حاجة تانية. اقدر لو فيها اي حاجة اقدر اشكلها بايدي مرة تانية، مفيهاش اي مشكلة خالص. هعمل معاكم بقى تاني الحمصية. حطيت كوباية سكر كده، خلاص احنا عرفنا المقادير، مش هوزن بالجرام ولا اي حاجة. حطيت كوباية سكر ومعاها نص كوباية مية او 3/4 كوباية مية. وبحط بالظبط نص عسل جلوكوز. انا طبعا عارفة المقادير من غير الجرامات، انا كده بقول لكم كده بالكوباية. خلاص. قلبت الاول بهز الطاسة، ما قلبش بالمعلقة عشان السكر ما يسكرش معايا. وبعد كده يدوب السكر يتقلب مع المية ابدأ انزل بالعسل الجلوكوز. وبعدها يدوب يبدأ ياخد معايا لون بسيط زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ انزل بمية الورد وبالبيكنج صودا او معلقة صغيرة بيكنج باودر. انا طبعا لازم اسخن اي مكسرات معايا، يعني معايا سمسم لازم اسخنه، حمص سوداني لازم يتسخن معايا عشان كل حاجة لازم تكون سخنة برضه. وبعد كده طبعا الصينية عندي مدهونة زيت والمردنة مدهونة زيت. بنزل بخلطه وهو سخن جدا جدا في الصينية، وبفرده زي ما انتوا شايفين معايا، وبشيل اي زوايد كده. الزوايد دي طبعا احنا هناكلها الاول، وهنشيل الحلويات ديت لمولد النبي بقى ان شاء الله. وبعد كده بقى ببدأ اقطعها زي ما انتوا شايفين، اي تقطيع انتوا حابينه. حابين تقطيع تخين، حابين رفيع، على مزاجكم انتوا. اي تقطيع انتوا تحبوه. هنا كده انا بقطعها. ممكن نستنى في المرحلة دي شوية وبعد كده نبدأ نشيلها.
بصوا بتتشال معايا بكل سهولة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. هنا انا عملت حاجة افضل من السوداني كان العسل بتاعه لونه فاتح شوية. انا اكتشفت ان لما يكون العسل اغمق سنة افضل ما يكون فاتح شوية. هيها المرحلة، هيها انا عملت كل حاجة. بس لما تغمقي العسل ما تتغمقش، اقصد ياخد لون مصفر شوية كده، بيبقى افضل من اللي هو الابيض. اول حاجة السوداني كان ابيض شوية. تعالى هوريلكم مرة تانية. ادي كوباية سكر. مرة تانية بقول لكم، معايا نص كوباية مية، بدوبهم مع بعض كويس قوي قوي زي ما انتوا شايفين كده، مش بالمعلقة، عشان ما يكتلش معايا على حرف الطاسة او ما يسكرش معايا. بحطه، ببدأ اقلبه شوية. اول ما السكر والمية بيدوبوا مع بعض، بنزل معايا بمعلقتين كبار او 3 معالق عسل جلوكوز. لو 3 معالق مش مليان قوي، انا نزلت بمعلقتين كبار، يعني نص كوباية بالظبط. هبدأ ادوب بقى العسل الجلوكوز مع المية مع السكر لحد ما يبدأ ياخد معايا لون بسيط قوي. هبدأ في المرحلة دي اختبره. ممكن ما تختبرهوش خالص، يعني انتوا خلاص مجرد ما هيبدأ ياخد لون معاكم كده خلاص انتوا وصلتوا للمرحلة الصح. هنا معايا في صينية تانية او طاسة تانية على النار، ببدأ احمص معايا المكسرات بتاعتي، ايا كان بقى سوداني، سمسم، حمص، اي حاجة. ببدأ اسخنها معايا. خلاص. هنا بقى عملت اختبار زي ما قلت لكم. اول حاجة يمط معايا زي اللبان زي ما انتوا شايفين كده، مش هينفع. خلاص. المرحلة التانية بصوا بدأ ياخد لون. هاجي اختبره، هيكسر معايا زي ما انتوا شايفين بدأ يكسر معايا. في المرحلة دي اول ما يكسر معايا هنزل بربع معلقة بيكنج صودا او بمعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، وبنزل بغطا الازازة او مع مية ورد. مية ورد دي بتاعت الحلويات مش بتاعت البشرة. يا اما انزل معايا بفانيليا سايبة او فانيليا تانية اللي هي البودر. خلاص. هنا بقى انا سخنت السمسم، سخن معايا كويس قوي زي ما قلت لكم، لازم كل حاجه تكون سخنه مع بعضها. نزلت بيه على العسل معايا. طبعا الصينيه تاني هقول لكم مدهونه زيت، المعلقه مدهونه زيت، المردنه، السكينه، كله بدهنه زيت زي ما انتم شايفين. ببدا بقى والخليط سخن جدا انزل بيه في الصينيه وابدا افرده. ممكن على الرخامه عادي جدا، بس اهم حاجه تكون مدهونه زيت. هبدا افرده زي ما انتم شايفين كده معايا. برضو حابين ترققوها ماشي، حسب برضو انتوا عايزين سمكها عامل ازاي. اهم حاجة اقطعه وهو لسه سخن شوية، وبقطع الزيادات اللي فيه. واي زيادات طبعا انا مش برميها، بناكلها الاول. طبعا اي حاجات زي كده لازم نعملها في البيت، مش مستاهله ان احنا نشتريها من بره. حاجة نظيفة جدا، يكفي ان هي نظيفة ومش مكلفة جدا واسعارها كويسة، وارخص كتير جدا من الاسعار اللي احنا بنسمعها بره. طبعا لو مش متوفر معاكي عسل الجلوكوز حطي عسل نحل. بس انا عايزه اقولك ان عسل الجلوكوز متوفر في اي عطاره، يعني كل حاجه موجوده في البيت. انا السمسم كان موجود عندي في البيت، والسوداني كان موجود عندي في البيت، انا قشرته وانا اللي عملته في البيت. هو بس الحمص اللي انا اشتريته. زي ما قلتلك لما تخلي عسل الجلوكوز والسكر والميه على النار ياخدوا لون بسيط معاكي يبقى افضل. انا اول حاجه في السودانيه عملت العسل بتاعها لونه فاتح شويه. هي طلعت النتيجه برضو تحفه، بس النتيجه بتاعت ان العسل ياخد معاكي لون افضل. انا بقولك على غلطه انا عملتها عشان ما حدش يكررها. اول حاجه لما خدت العسل لونه فاتح شويه ما ادانيش النتيجه اللي انا محتاجاها. بص النتيجه دي افضل بكتير. بص هتطلع كلها مره واحده معايا من الصينيه. حطيتها برضو تاني على الرخامه معايا او على الترابيزه، وهبدا اقطعها زي ما انتوا شايفين كده. بتقرمش جدا جدا ما شاء الله، وهشه. البيكنج صودا، الكربوناتو، قصدي الكربوناتو او البيكنج باودر، بيديها هشاشه معايا حلو قوي. هنا انا حسيت ان انا التقطيع معايا عريض شويه، رفعته تاني، خليت معايا شكلين، شكل كده وشكل كده. دي اللي حابب. انا كده قلت لكم الجرامات المقادير بالجرامات والمقادير بالكوبايه. بصوا ما شاء الله رمت معايا كميه قد ايه. وكل ده معايا 400 جرام مثلا من الحمص، كان معايا مثلا نص كيلو من السمسم، نص كيلو من السوداني. يعني ما شاء الله رمت الكميه اللي انتوا شايفينها دي ولسه كمان تاني. في معايا صينيه تانية زي دي. جربوها بقى وما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.